أنا السوم أنا السوم وعندي سر خطير في حياتي لازم أعترف فيه. أنا وعند أهلي قبل ما أتجوز كان عندي مشكلة كبيرة شوية مع شغل البيت. ما بحب أشتغل، ما بحب أنظف وأشتغل وأعزل وأعمل. كل ما أمي تحكي لي قومي اجلي أو قومي اليوم عنا تعزيل كنت أعمل مشكلة رسميا، أصير أبكي وأصرخ بكل ثقة: ليش معطينا نيتا إجازة؟ أنا ما بحب أشتغل، وينها نانيتا؟ وأقعد أبكي كأني مظلومة. أمي وأبوي طلعوا بعض وطلعوا فيي: مين نانيتا؟ إحنا ما عنا حدا اسمه نانيتا. وأنا معصبة: كيف مين نانيتا اللي بتشتغل عنا معطينا إجازة وبدكم إياني أنا أشتغل عنا؟ يا الله يا ظالمين. وبالآخر الحكم النهائي من أهل البنت انجنت رسمي: والله إذا بدها نانيتا خليها تتجوز وتاخدها معها هدية ما غير مستردة كمان، خليها تاخدها معها لنانيتا تبعتها. فعلا اتجوزت. يعني أنا مو لحالي بالبيت، في وحدة عايشة معي اسمها نانيتا. نانيتا هاي مش أي حدا، مش تفكروا، هاي بتشتغل 24 ساعة بدون راتب. الله يرضى عليه نانيتا. بتغسل، بتنظف، بترتب، بتعمل شاي بعد الغدا كمان. المشكلة انه جوزي كل ما اقول نانيتا تعال شيلي الاكل، نانيتا تعال اجلي، نانيتا تعالي عزلي، نانيتا في غبرة هون، ليش الغبرة هاي موجودة؟ طلع في بحكي له: مالك يا مرة انجنيتي؟ مين نانيتا؟ صحباتي لما يجوا عندي: واو السوم شو مرتب بيتك، الله يعطيك العافية. بحكي لهم: لا هاي نانيتا تعبت اليوم، هي اللي بتشتغل كل الشغل. طب بقولوا لي وينها؟ خلينا بدنا نشوفها. بحكي لهم بكل برود: لا أنا معطيتها إجازة قبل ما يجي أي حدا عندي، هاي نانيتا إلي وبس. بس الصدمة الكبيرة إنه إذا نانيتا زعلت يا عين يا ليل، أنا اللي بتنكد وأنا اللي برجع أشتغل مكانها. هلا عايش مع نانيتا، بس المشكلة الكبيرة إنه نانيتا هي أنا. أنا اللي بغسل وأنا اللي بنظف وأنا اللي بعمل شاي. بس قدام الناس نانيتا تعبت اليوم وعطيتها إجازة، الله يعطيها العافية. وباختصار أنا السوم وأنا نانيتا نفس الشخص بس بمودين مختلفين. وليش الكذب؟ كلنا بنحب حدا يساعدنا بالبيت، كلنا بنحب نانيتا.